النهارده بتشهد محافظة بورسعيد حادث مأساوي للغاية الحقيقة. حادث تنفطر له القلوب. مقتل فتاة على يد خطيبها في محافظة بورسعيد. حالة من الحزن والأسى والألم أصابت أبناء محافظة بورسعيد بعد معرفة هذا الحادث الأليم الذي راح ضحيته فتاة الحقيقة أنها لم تقترف ذنبا، والحقيقة كمان أن هذه الفتاة لديها ظروف أسرية كبيرة. راحت ضحية شاب متهور، ضحية شاب أيضا على غرار حوادث أخرى يبحث عن التملك، يرفض بكل الأشكال أن تكون هذه الفتاة لغيره، لكن في هذه المرة هذا الشاب تربطه بهذه الفتاة علاقة خطبها. الفتاة اللي راحت ضحية هذا الحادث الأليم اسمها خلود السيد فاروق درويش، عمرها 20 سنة. خلود أبوها وأمها متوفيين الاتنين، وهي عايشة مع عمتها في منزل بسيط في نطاق حي الشرق في محافظة بورسعيد، وتحديدا في عمارة الحديدي. خلود عاملة في منطقة الاستثمار، عامل زميلها اسمه محمد سمير سنه من نفس سنها بيشتغل معاها في منطقة الاستثمار في محافظة بورسعيد. ارتبطت الفتاة بهذا العامل وكان بينهم علاقة خطبة، زي ما قلت لحضراتكم فتاة يتيمة الأب والأم، لا ليها أب ولا ليها أم، وليها أخوين من ضمنهم أخ 9 سنوات. بتعيش مع عمتها في هذا المكان. خلود صاحبة 20 عام بتشتغل في منطقة الاستثمار وارتبطت بمحمد سمير وكان بينهم علاقة خطبة. محمد سمير اختلف مع الفتاة خلود، قالت له يا محمد كل واحد يروح لحاله، كل واحد يروح لحال سبيله. وحبت خلود ان هي تنهي خطبتها بهذا الشاب محمد سمير، إلا أن خلود لم تكن الحقيقة تعلم ماذا تخبئ لها الأقدار. هذه الفتاة البريئة الضحية قالت لمحمد سمير ابعد عني، مش عاوز أكمل معاك الارتباط أو الخطبة. فتاة يتيمة مكسورة، لا ليها أب ولا ليها أم، وبتعيش مع عمتها أو مرات عمها. طلبت منه ان هو يبعد عنها، طلبت منه ان هو يسيبها لحالها، لكن محمد القاتل اقدم على تهديد الفتاة امبارح امام زملائها في منطقة الاستثمار، وقال لها يا خلود يا اما هتكوني ليا لا اما هقتلك. خلود الحقيقة ما تخيلتش ان ممكن هذا الشاب يقدم على قتلها بالفعل، وظنت ان هو على سبيل التهديد. قالت ده بيهددني، بيقول كلمتين، لكن عشان تهرب منه البريئة خلود سابت الشغل النهاردة وما راحتش شغلها. قالت انا مش رايحة منطقة الاستثمار ولا رايحة المكان اللي هو بيشتغل فيه، انا هقعد في البيت، انا هبعد عنه. وبالفعل بعدت خلود عن القاتل وقعدت في بيتها اللي موجود في محافظة بورسعيد في نطاق حي الشرق، تحديدا في عمارة الحديدي. محمد راح شغله اللي هو من أبناء محافظة المطرية، راح شغله وتأكد إن خلود مش موجودة في الشغل، وإن هي في هذه الأوقات مقيمة في المنزل ده بمفردها، والمتوقع إن هي يكون معاها أخوها اللي هو صاحب 9 سنوات. محمد أخذ بعضه وراح البيت، دخل على البنت خلود وهي بمفردها وقام بخنقها
لحد ما تأكد من وفاتها وأنهى حياتها. قتلها. محمد قتل خلود اليتيمة اللي عايشة في بيت مش بيت أسرتها، لا أبوها ولا أمها، عايشة مع عمتها، مع عمها، مرات عمها أو عمتها، في منطقة الحي، في نطاق حي الشرق في محافظة بورسعيد، وتحديدا أمام بنك الدم في عمارة الحديدي. قتلها ليه؟ قتلها عشان طلبت منه إن هو يبعد عنها، طلبت منه إن هو يسيبها لحالها، بالرغم من إن هما كان بيربط بينهم الاتنين علاقة خطبة، كانوا الاتنين مخطوبين. فبعدت حبت تبعد عن محمد فقتلها، بعد ما هددها امبارح امام كل زملائها في منطقة الاستثمار في المصنع اللي هي كانت بتشتغل فيه معاه واللي ارتبطوا من خلاله. قالت له يا محمد ابعد بعيد عني، انا مش عاوز اكمل ارتباط معاك، يا محمد سيبني لحالي. ما رحمش محمد ان هي يتيمة، ما رحمش القاتل ان هي عايشة في بيت مش في بيت اسرتها، ما رحمش اخوها صاحب ال9 سنين اللي هي اخته الكبيرة اللي هي بترعاه، ما حطش اي اعتبار لده، شاف قدامه بس يا ليا يا هقتلك. قالت له مش ليك يا محمد، مش هكمل معاك يا محمد. فاخد محمد نفسه بعد ما راح النهارده شغله وتأكد ان خلود مش موجودة في الشغل فموجودة في البيت، فمن المؤكد ان هي موجودة بمفردها او موجودة مع اخوها صاحب ال9 سنين. طلع البيت ودخل البيت وجاب البنت الغلبانة اليتيمة اللي عايشة مع عمتها او مرات عمها وراح قتلها. قتلها ازاي؟ خنقها لحد ما ماتت، خنقها لحد ما لقت مصرعها. حقيقة ان الاجهزة الامنية في محافظة بورسعيد كان ليها تحرك سريع جدا، انتقل على الفور بعد ما تلقى اللواء مدحت عبد الرحيم مساعد وزير الداخلية مدير امن بورسعيد بلاغ بالحادث، انتقل على الفور فريق من ادارة البحث الجنائي للمكان، وعلى طول قدروا ان هم يضبطوا الجاني او المتهم اللي هو يدعى محمد سمير من محافظة المطرية او من مدينة المطرية، وبالفعل مسكوه وتم تحرير المحضر الخاص بالواقعة، وتم عرض المتهم على النيابة العامة اللي بتباشر الآن التحقيقات في هذه الواقعة المؤلمة. الشخص القاتل الآن بين أيدي مباحث محافظة بورسعيد، وتحديدا في النيابة العامة بيتم التحقيق معاه في واقعة قتل خطيبته خلود. عاوز اقول لحضراتكم كمان ان الواقعة اللي شهدتها محافظة بورسعيد النهاردة واللي راح ضحيتها الفتاة خلود صاحبة ال20 عام على يد خطيبها اللي كان شغال معاها في منطقة الاستثمار في محافظة بورسعيد، سببت حالة من الأسى والألم والحزن الكبير في محافظة بورسعيد، لأنها واقعة الحقيقة تشبه عدد من الوقائع اللي شهدتها عدد من المحافظات خلال الفترة الماضية. ايه فكرة بقى ان كل واحد يرتبط بفتاة او ترفضه فتاة او تطالبه بالابتعاد عنها يقوم بقتلها بهذا الشكل البشع، بالرغم من ان الاجهزة الامنية في مصر تضبط المتهمين، بالرغم من ان النيابة العامة في كل المحافظات تحيل هؤلاء المتهمين لمحاكمات عاجلة ومحاكمات فورية، بالرغم من ان هم اللي بيقوموا بهذه الوقائع او هذه الافعال بيتم عقابهم عقاب شديد، وبيتم احالة اوراقهم الى مفتي الديار او الى مفتي الجمهورية. لماذا تكرار هذه الوقائع؟ ايه طيش الشباب اللي موجود؟ ان واحدة تقول لك ابعد عني، واحدة يتيمة ارتبطت بيها، واحدة يتيمة انت كنت خاطبها، قالت لك ابعد عني، اما بالاقناع ان انت تظل معاها، او لو وصل الموضوع الى نقطة صفر وان انت مش هينفع تكمل معاها، خلاص يا سيدي سيبها في حالها وابعد عنها. لكن تقتلها بهذا الشكل البشع جريمة مشينة، جريمة غريبة على المجتمع الحقيقة بتتكرر في محافظة بورسعيد. الأجهزة الأمنية في محافظة بورسعيد بالفعل تمكنت من ضبط الجاني
بعد دقائق من الواقعة، وما ادتوش الفرصة ان هو يلوذ بالفرار او يهرب بجريمته. جابته وتم تحرير المحضر الخاص بالواقعة، وهو الآن أمام النيابة العامة. خلود فتاة يتيمة كانت عايشة مع عمتها أو مرات عمها في محافظة بورسعيد، وتحديدا في عمارة الحديدي الكائنة في نطاق حي الشرق أمام بنك الدم في محافظة بورسعيد. هذه الفتاة لها أخوين أحدهم 9 سنوات. كانت بتشتغل في منطقة الاستثمار في محافظة بورسعيد. تعرفت بشاب اسمه محمد سمير. الشاب دوت خطبها، بقى خطيبها. حصلت بينهم وبين بعض مشاكل، بدأت خلود تطلب من خطيبها ان هو يبتعد عنها، وان هي مش هتقدر تكمل معاه حياتها، وان هو ينفصل عنها. طلب بريء، طلب من حقها، مش قادرة تكمل معاه، مش حابة تكمل معاه، مش حابة ان هي تتزوج منه. راح هذا القاتل الى منطقة الاستثمار امبارح وهدد خلود ان هم يبعدوا عنها، ان هي تبعد عنه، وطلب منها، قال لها لو انت مش ليا مش هتكوني لغيري. وبالفعل نفذ جريمته النهارده، نفذ كريمته النهارده وراح قتلها خنقا داخل الوحدة السكنية اللي هي مقيمة فيها، سواء كانت مع عمتها أو مرات عمها، وأنهى حياتها. وقبل أن يلوذ بالفرار تمكنت الأجهزة الأمنية في محافظة بورسعيد من ضبطه، تمكنت الأجهزة الأمنية في محافظة بورسعيد من تحرير المحضر الخاص بالواقعة وعرضه على النيابة العامة. الواقعة سببت الحقيقة في محافظة بورسعيد حالة من الحزن الشديد، حالة من الأسى والألم شهدتها محافظة بورسعيد النهاردة بعد هذه الواقعة المؤلمة اللي راح ضحيتها فتاة زي ما قلت لحضراتكم اسمها خلود، عمرها لم يتجاوز 20 عام، وكانت الواقعة على يد خطيبها اللي طلبت منه ان هو يبتعد عنها، واصر ان هو اما تكون ليه او اما يقتلها. وظنت الفتاة ان هو تهديد بعد ما هددها في منطقة الاستثمار، ولم تكن تتخيل ان هو هيقوم بهذه الفعلة او هيقوم بهذه الجريمة البشعة. وبالفعل راح النهاردة الى منزل الفتاة بعد ما تأكد ان هي غايبة من الشغل، وبعد ما تأكد ان هي بمفردها في المنزل او معاها اخوها صاحب ال9 سنوات، ودخل عليها وخنقها وقتلها وانهى حياتها عشان تنتهي حياة خلود على يد مجرم. الحقيقة ان هو كل قصته ان هو يا تكوني ليا يا مش هتكوني لغيري، وينفذ جريمته بهذا الشكل البشع ويقتلها بهذا الشكل عشان تترك حالة من الأسى والألم والحزن في محافظة بورسعيد. خلود موجودة داخل المشرحة اللي احنا موجودين أمامها الآن في منطقة حي الزهور، تحديدا في مشرحة مستشفى النصر. تنتظر طبعا العرض على النيابة العامة اللي أمرت طبعا قبل قليل بالتحفظ عليها داخل المشرحة لحين الانتهاء من الإجراءات وحين عرضها على الطب الشرعي، بعد أن قتلت على يد خطيبها محمد سمير اللي كان بيشتغل معاها في منطقة الاستثمار، واللي هددها امبارح ان هو لا تكون ليه يا اما هيقتلها. ونفذ جريمته النهارده بعد ما تأكد ان هي مش موجودة في الشغل، وراح للبيت اللي هي مقيمة فيه في عمارة الحديدي نطاق حي الشرق في محافظة بورسعيد، وخنقها ولم يتركها حتى تلقى مصرعها. وهو الآن في أيدي مباحث بورسعيد اللي قامت بعرضه على النيابة العامة. والفتاة المقتولة داخل مشرحة مستشفى النصر في محافظة بورسعيد تنتظر العرض على الطب الشرعي قبل التصريح بدفن الجثمان. كان مع